وكان وما زال يقال للسلفيين وللشيوخ كفانا سلبية ودعونا نبدأ العمل. كيف كنت ترى يعني حضرتك مثل هذه العبارات توجه لدعاة يعني المنهج السلفي وبتكرار كفانا سلبية ولا بد من المشاركة؟ والله أنا الحقيقة يعني مش فاهم ما وجه السلبية التي وقع فيها السلفيون. أولا أنا سمعت هذه العبارة من بعض الناس. نعم. لما بدأوا يقول لك عايزين نشارك في حزب سياسي وبتاع والكلام ده، يقول كفانا سلبية. أين السلبية التي وقعنا فيها؟ نحن نقول بفضل الله سبحانه وتعالى ابتداء، ثم أن الله عز وجل وفقنا كمجموعة كبيرة، أحدثنا زلزالا حقيقيا ليس في مصر ولكن في بلاد المسلمين من خلال شاشات فضائيات. في بلاد فتحت بأكملها بالفضائيات زي تونس مثلا. نعم. أو في ليبيا، أو يمكن مصر يعني عشان فيها يعني برضو حد كبير فيها تجمع من المشايخ كبير. لكن اللي حصل إن حصل زلزال أنا لا أحد ينكره على الإطلاق. الهجمة التي كانت قبل الثورة دي، وهجمونا وكانوا يعدون للسلفيين فخا، وأنا كنت أعرف هذا، وكنت عارف إن الدولة أو النظام آنذاك كان يعد فخا للسلفيين، وكنت أنا فخا وتلفيقا. وكنت معتقد أنا معتقد بيني وبين نفسي من قراءة الأحداث أننا سنكون كلنا من جملة المعتقلين، وإن في تلفيق قضايا ملفقة ستنالنا بعد هجمة مجلة روزا اليوسف المتخصصة في يعني كره كل ما هو إسلامي، حتى لو كان شيئا ظاهرا، حتى لو لم يكن من لب الإسلام. نعم. حتى لو كان شيئا من المظاهر كانوا يكرهون كل هذا. والهجمة الشرسة في الجرائد على مدة مثلا 4-5 شهور، ليس على شخصي أنا فقط، بل على كثير من المشايخ، والكلام الذي قالوه عنا بالزور والبهتان أنا كنت متوقع أن في حدث سيحدث لنا معاشر السلفيين، وإن تعودنا إذا أرادوا أنهم يعملوا حاجة بيهيئوا لها الشعب كله في الجرائد والمجلات، عشان لو جه الحدث يقول لك الناس تستقبله يعني ما استنكروش يعني استنكارا كبيرا. فده السلفيون بفضل الله سبحانه وتعالى هم أساسا مهمتهم الأصلية هي حراسة الدين وإقامة الناس على طريق العبودية. هو دي دعوة الرسل، والسلفيون قاموا بجهد جبار. أنا أستطيع أن أنا أروض الأسد، لكن كيف أروض إنسانا يجادلني؟ كيف يعني أغير منظومة حياة إنسان؟ أنا مش عايز أدعي بطولة يعني ولا أقول الجهد الذي كنا نبذله مع الناس عندما يأتي. وده السؤال اللي هيفرض نفسه. حضرتك كنت بتعمل إيه وقت